مربوحة والكبير راحوا لدكتورة في المزاريطة على أساس إنها هتعالجهم، بس من الواضح كده إنها هتعالج الكبير بس. المشكلة إنهم لما راحوا للدكتورة اتأخرت، فالكبير ما كانش عايز يستنى وقال تلاقيها كبيرة في السن ومش هتعرف أصلا تساعدنا، لكن مربوحة أقنعته يستنى. هي لو كانت تعرف ما كانتش اتكت عليه. صدمة الكبير لما شاف الدكتورة جميلة واللي هي أصلا جميلة خلت مربوحة تتأكد إن علاقتها بالكبير عمرها ما هترجع تاني. اللي كان مخلي مربوحة مرتاحة شوية إن الكبير كان هيعمل أي حاجة علشان يكسب قلب جميلة، هو إنه هيسعد مربوحة هي كمان. وبدأت جميلة الجميلة تسأل الكبير عن المشكلة اللي ما بقاش عنده مشكلة خالص بعد ما شافها، وترد مربوحة وتقول الكبير مش بيأدي دوره الزوجي، وتتصدم جميلة من كلام مربوحة، فيقول الكبير لا مفيش حاجة خالص من الكلام ده. مربوحة أكدت للدكتورة إنه سايبها لوحدها ومش مركز إنها موجودة، وكمان مش بيخرجها خالص، وطول الوقت قاعد مع التليفون بس. يسكت الكبير أبدا، قال لها ما أنا بخرجك مرة في الشهر، عايزة إيه تاني؟ الدكتورة جميلة ترد على الكبير وتقوله لا يا كبير، الست مننا بتحب الاهتمام والحب والإحساس بيها وبجمالها، وتقريبا كده الدكتورة طلعت هي اللي عايزة حد يهتم بيها. وبينتهز الكبير الفرصة بقى ويقول لها انت جميلة يا جميلة. وتقريبا برضو الدكتورة كانت محتاجة تسمع ده. الواضح كده ان جميلة هي اللي محتاجة تتعالج.